حياك الله يا عزيزي. والله شوف، أنت عمرك 23 وهي يعني 31 32. أنا أشوف إنه لا، لو العكس ممكن أتقبل يعني. بس إنه أنت 23 وهي، لا لا تنسى إنه يعني لا لا لا, لا بشكل عام سيكولوجيا، مو بسيكولوجيا، عفوا بيولوجيا، المرأة تكبر قبل الرجل. فأنت لابد تستوعب، لا تظلمها ولا تظلم نفسك. فأنا ما أشوف أنه مناسب بصراحة. يعني أنت تتكلم بشكل عام ترى، أنا أقول لك لا، توك قدامك أنت يعني حتى 23 إنك أنت يبيلك سنتين، يعني 24 25 عفوا 26 تتزوج، من هنا مقبولة. 23 توك متخرج أو بتتخرج من الجامعة. فأنا أشوف إنه لا. هل والله تبي تقول والله أنا ما كملت الثانوي واشتغل من بعد الثانوي؟ وأنا ما لا حسب، أنا أتكلم بشكل عام. لا حد يدخل لي بالتفاصيل لأنه هو ما أعطانا تفاصيل، هو يتكلم بشكل عام. إذا والله أنت توك بالجامعة ولا توك خريج 23، توك خريج من الجامعة وباقي لك سنة تتخرج أو سنتين، أنا أقول لا، هذا بشكل عام. إذا لها استثناءات هذا موضوع ثاني. دائما أنا نقول خلوا استشاراتنا على العام، في الاستثناءات خذ استشارة خاصة ونبدأ نفصل فيها. بشكل عام أنا ما أيد. أختصر عليك الكلام، أنا قاعد تلف ودور أدري على ويش. طيب لا، ما أيد. الله يسعدك يا رب. إن شاء الله تقول لو كان في عمرها بالضبط، يعني 32 هذه تعلق على اللي عمره 23 وبياخذ واحد عمره 31 أو 30 أو حولها. والله أنا أشوف إنه لا، عادي 35 قريبين من بعض، قد بعض، هي عادي ما في مشكلة. يعني أنا تكلمت إنه هو الفارق لها، يعني في جاب بينهم كبير. يعني هي بتدخل بالأربعين وهو ممكن يكون بالعشرينات. ما doesn't make sense بالنسبة. أنا ما أعرف أسبق وأقول، أنا أتكلم بشكل عام بالاستشارات هذه بسناب في العام. الاستشارات الخاصة مدفوعة، الرقم موجود في البايو، تتصل وتاخذ وتناقش ساعة. أنا وياك ممكن أقول لك لا، إيه توكل على الله، أو لا على حسب ظروفك، على حسب حياتك، أشياء كثيرة. أما بشكل عام 35 لأن نشوف طبيعي جدا، هذا الطبيعي يعني، هذا الطبيعي يعني لما يصير بنفس عمري أو في فارق بسيط بيناتنا، ولكن ما يصير فيه كبير. خصوصا للمرأة. للرجال يعني الرجال أكبر من البنت مقبولة، البنت أكبر سنوات معينة مقبولة، قد بعض برضو مقبولة. ما هذا شوفه طبيعي يعني. إذا هذا توكل على الله، بالتوفيق.